إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي قدام حضرتك ده شاب اسمه زياد. زياد اتوفى امبارح في شاطئ البطاش في اسكندرية. طب ايه اللي حصل وايه قصة زياد؟ قصة زياد من القصص اللي هفضل دايما لما اسمعها احس بفخر كده. ليه؟ اللي قدامك ده شاب لسه حتى ما كملش 18 سنة. زياد كان في شاطئ البطاش اللي في منطقة العجمي. طبعا إدارة المصايف والشواطئ كانوا رافعين الرايات الحمراء، والرايات الحمراء دي لو حضرتك ما تعرفش فمعناها ان البحر النهارده مش كويس، وان البحر النهارده ما ينفعش حد ينزل فيه. الا ان للاسف الواحد بيشوف المواقف دي كتير واستهتار، وناس لا مبالاه وناس مش في دماغها يقول لك لا ده انا جاي من اخر الدنيا وبعد ده كله ما نزلش البحر، ويصمم ان هو ينزل البحر غصب عن المنقذين اللي واقفين او عن اداره الشاطئ اللي موجودين، او حتى بيسهيهم وينزل. فالحقيقه الناس بدات تنزل عشان يتفاجئوا ان التيار قوي جدا في البحر وفضل يسحبهم لجوه، وناس عماله تصرخ الحقونا الحقونا، رغم ان هم السبب في كده، هم اللي نزلوا بمزاجهم. ولكن اللي حصل ان المنقذين طبعا مش هيقدروا ينقذوا الكم ده من الناس، لان مهما كان عدد المنقذين انت بتتكلم في ان اسر كامله نازله البحر والميه عماله تسحبهم. الا ان كان موجود زياد هو واصحابه، شباب كلها صغيرين في السن واصحاب الكافيتريات اللي موجودين هناك. فزياد هنا نزل وبدا يساعد مع صحابه، وفضلوا يطلعوا في الناس. طلعوا كام واحد؟ طلعوا 6 اشخاص. الست اشخاص لما طلعوا طبعا عمالين يحضنوا بعض، واللي يسلم على ده واللي فرحان ان ابنه طلع من الميه. ففضلوا يدوروا طب مين اللي طلعكم؟ قال لك والله ده كان في شاب هو اللي عمال يطلعنا. طب فين الشاب ده؟ قال لك وارد يكون لسه في الميه بيطلع الناس. فطبعا فضلوا مستنيين، ده يستنى ده يستنى، كل الناس اللي كانت بتطلع الناس من الميه اتخرجت الا زياد. فهنا الاصحاب اللي هم الكافيتريات اللي موجوده هناك على الشاطئ والناس اللي موجوده نزلوا وفضلوا يدوروا على زياد، الا ان كان للاسف زياد اتوفى. زياد اتوفى وهو بينزل ينقذ ارواح الناس دي. زياد شاب لسه ما كملش 18 سنه، وشجاعته وايمانه بالله وصله ان هو يعمل كده. انا عايز بس اقول لك حاجه، البلد دي والناس اللي فيها والله العظيم اطيب ناس في الدنيا. الواحد رغم كل المساوئ اللي بيشوفها، رغم كل الهموم اللي بيشوفها كل يوم، الا ان بص نموذج زي زياد ده خليك تقول الحمد لله. الحمد لله احنا لسه جوانا خير لبعض. كنت بتفرج على فيديو قبل كده لحكايه عباره السلام، اللي هي طبعا كلنا عارفين قصتها. كان في اخ سعودي كان بيقول انا ما شفتش في حياتي زي المصريين في الواقعه دي. فالمحاور بيقول له ليه؟ قال له كانت خلاص المركب نزلت في الميه وكله كان بيجري عشان يجيب سترة نجاة، والاخوه المصريين كانوا يعني في الميه تحت ولابسين اللي هو اللايف جاكيت اللي هي سترة النجاة. ولما كانوا يلاقوا ست بتقع او حد بيقع ايا كان هو بلده ايه، كان يخلع السترة ويديها له، وهو يروح يمسك في بلاستيكه ولا يمسك في حاجه علشان بس يساعد الناس اللي في الميه دي ان هم يخرجوا بسلام. يا جماعه، يعني الواحد بيشوف حاجات كتيرة جدا سلبية، ولكن في وسط كل ده بيطلع حاجات إيجابية. بص عاملة إزاي. ربنا يرحم زياد، ربنا يصبر أهله، ويا رب يا رب ما توري حد حاجة وحشة في اللي بيحبه أو في اللي منه. ربنا يرحم زياد وربنا يصبر أهله يا رب.